السلام عليكم. النهاردة هنبدأ مع بعض الدورة الصيفية وازاي نتعلم مع بعض تربية الكتاكيت في الصيف. والفرشة يكون معايا كام سنتي. الفرشة في الصيف بتكون 3 سنتي، في الشتاء بتكون 5 سنتي علشان درجة الحرارة بتختلف. انا دلوقتي مجهزة المكان علشان اجيب الفراخ الصبح. انا مشغلة اللمبة دي دلوقتي علشان بس بصور. بدفي المكان قبل ما اجيب الفراخ، بشغل اللمبة بتاعتي. ان شاء الله الصبح هوريكم وانا جايبه الفراخ والفراخ بكام ان شاء الله. ما شاء الله احنا جبنا الكتاكيت زي ما انتم شايفين كده. الكتكوت النهارده ب20 جنيه. بقالنا كتير ما جبناش بالاسعار ديت. نوع الكتكوت اللي قدامنا دوت قب. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، هما منتشرين في المكان، مفيش حد واقف في الركن ولا اي حاجه. طب ايه السبب؟ علشان انا مشغله اللمض قبل ما امشي، المكان دافي لهم. ففي حيوية زي ما انتم شايفين معايا. ربنا يبارك لنا فيهم ويحسن ما بين ايدينا كلنا. دلوقتي انا هنزل بمية الاستقبال. هحط ايه في مية الاستقبال؟ هحط محلول جفاف. مع قد ايه محلول جفاف؟ هحط 3 سنتي مع معلقة سكر ممسوحة في السقاية الرتل، وهوريكم دلوقتي هنعمل السقاية بتاعتي بتقعد نص ساعة قدامهم لو فيها سكر بس. طب انا في الصيف بحط سكر مع محلول جفاف علشان الصيف برضك معاملة خاصة غير الشتاء وكده. بحط معلقة ممسوحة زي ما انتم شايفين من السكر، ومعاها كمان محلول جفاف. محلول الجفاف باخد 3 سنتي من العبوة ديت. زي ما انتوا شايفين كده باخد 3 سنتي. طب انت عندك باكوهات، الباكو ب2 جنيه من الصيدليه بتاعت محلول الجفاف. بحط كيس على النص سقايه اللي هي الرتل. طب دوت كمان بحط 3 سنتي. بحط ميه دافيه زي دمع العين. طب احنا في الصيف بتحطوا ميه دافيه ليه؟ ما بتحطوش ميه ساقعه علشان هما بطنهم بتبقى سخنه من جوه. لو انا جبت من الحنفيه الصبح كده الميه بتبقى بردك لسه فيها لسعه، ما بتبقاش سخنت. بطنهم بتروب معاهم وكمان بيجيلهم اسهال، فانا عايزه اتجنب الموضوع ده. انا حطيت دلوقتي اللي على السقايات اهوت. السقايات دي هتقعد 8 ساعات بالدواء اللي فيها. بعد كده هغير لمضاد حيوي، هتشوفوا بردك معايا بالليل نوعه ايه. مش هحط الاكل دلوقتي، هحط كمان نص ساعة علشان هما لازم يشربوا الاول من الاجهاد اللي هما جايين فيه من مكان لمكان. ما بنزلش الاكل دلوقتي. دلوقتي هنشوف معايا ازاي بعرف افرز الفرخ معايا، الفرزة الاولى من الفرزة التانية. الفرخ قدامي اهوت ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كتكوت مفيش فيه اي ريش ابيض. السرار بتاعه ما شاء الله ناشف، مفيش اي حاجه فيه ناشفه خالص. فكده الكتكوت ما شاء الله انزله على الارض يقوم ماشي على طول، يبقى مفيش فيه اي حاجه. مش مكومين كلهم تحت اللمبه، لا منتشرين في المكان هما زي ما انتم شايفين. دلوقتي هيروحوا يشربوا، هتابعهم بردك اشوف الميه نقصت قد ايه. عشان الفرخ بردك لازم يشرب. لما اجي بردك بالليل هعرفكم انا هحط ايه في الميه. والسلام عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك بتاعكم الجميل.